مرحبا بكم في قناتنا قناة MF Today. واش في أخباركم؟ القصر الملكي البريطاني متهم بأنه نشر صور غير حقيقية للأميرة كيت. وكالة الأنباء العالمية بحال روترز وأيضا AFP نشروا الصور ومن بعد حذفوها بعد ما تبين لهم أنها معدلة ويمكن غير حقيقية. علاش القصر أصلا نشر هاد الصور؟ باش يطمئنوا الناس عليها أو بالأحرى يحبسوا الجدل الكبير اللي واقع عليها، حيت كلشي كيسول شنو واقع وعلاش اختفت على الأنظار. في بداية شهر فبراير من هاد السنة كان أعلن القصر الملكي البريطاني عن خضوع الأميرة كيت لعملية جراحية على مستوى البطن بلا ما يدخلوا في التفاصيل، ومن ثم وهي مختفية على الأنظار حتى انتشرت قبل أيام صور يدري البعض بأن هذه الأميرة رفقة والدتها وهي ساقية أو كما يقولوا سائقة سيارتها. صور اللي عود تخلي الناس يطمئنوا غير ما زاد خرجوا بتنكهات أو بخضوعها لعملية، بل من قبل بشهور من نهار خرجوا دوك الأخبار على زوجها ولي العهد ولي العهد كيقولوا على أنه كيخونها مع صديقتها السابقة. سبق لي نزلت منشور خاص على هذا الموضوع اللي ذكرنا فيه على الخيانة ديالها، ومن ذلك الوقت وهي حديث كل الناس تما ودابا كملات ببلان العملية المفاجئة، واليوم بالصور اللي كتبان كأنها معدلة بالذكاء الاصطناعي. عدة مراقبين في مجال الصور عطاو ملاحظات كثيرة اللي كتأكد أن الصور ماشي طبيعية، والقصر رافض لحد الآن يعطي حتى توضيح. من بين التكهنات ديال الناس بخصوص وضع الأميرة هو أنها في غيبوبة بسبب مضاعفات العملية أو إنها توفيت بالفعل، وكاين يمشى الأبعد من هادشي ويعتقد بأنه تم اغتيالها، فيما نشرت بعض الصحف البريطانية بأن العملية التي خضعت لها الأميرة تتعلق باستئصال الرحم. هذا كل ما دار وجه بخصوص هذا الموضوع. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الجرس. قناتنا قناة MF Today.